هطلت الأمطار وتجاوزت كل التوقعات. سجلت في العام الماضي 95 مليلترا، وفي الشهر السابق وصلت إلى 51 مليلترا، لكنها اليوم وبحسب رئيس قسم الأرصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور منصور المزروعي تجاوزت 100 لترا كأكبر كمية مياه تتساقط على المملكة منذ الأزل. سيول لم تقوى أمامها السيارات على الوقوف، ولم يستطع الأهالي تحمل مرورها، فكل ترك مركبته في الشارع ولاذ بالفرار، وآخر صعد إلى الأدوار العليا عله ينقذ نفسه وأسرته من الغرق. مئات المحتجزين في المدارس وفي الجامعات من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات. انهيار للسد الاحترازي، احتراق في عدد من المراكز التجارية ومحطات الوقود، انقطاع للكهرباء في بعض الأحياء. لكن له يا جدة، كل شيء هنا مبلل.